لا أحد يعرف من يكونون، إرهابيون، مهربو أسلحة أم مهربو مخدرات. إذا لديكم هذا المدى الجيد من الرؤية هناك من الخلف على طول الحدود. لنرى هنا. قبل ذلك وخلال اليوم أخذنا ضباط لنعاين كيف أن اليمنيين يتسللون من الحدود. بإمكانك أن ترى بعض الأشخاص وهم يمشون على طول ذلك النهر، ومن هنا تعلو جبال اليمن الصخرية تقريبا بشكل عمودي. إنه يريني رجال قبائل من الحوثيين الذين أطاحوا لتوهم الحكومة، ومركز المراقبة هذا يطل على مدى الحدود بحيث بالإمكان رؤية كل شيء. الآن يسيطر الحوثيون وهذا واضح. نعم هذا واضح، وإيران تقف وراءهم بكل تأكيد. إنه أمر مثير للخوف، حيث يعتقدون أن منافسهم على النفوذ في المنطقة عزز قوته على حدودهم. ويقول والسعوديون أنهم ينفقون ما لا يقل عن 3 مليارات دولار لبناء طرق حدودية وأبراج مراقبة وتكنولوجيات أمنية حديثة لاحتواء أي محاولة تسلل للإرهابيين إلى داخل أراضيهم. ولكن في أعالي التلال تبدو التضاريس متعرجة لدرجة أنه لا يوجد هناك سياج. ولا يتعلق الأمر بهذا الجزء فقط من الحدود الأفعوانية مع اليمن التي يحاول السعوديون تأمينها، فالجزء الآخر الشمالي مع العراق كان هدفا في الآونة الأخيرة لهجوم من تنظيم داعش. ورغم المبالغ الطائلة التي تم إنفاقها على تكنولوجيا عالية الجودة، نجح مقاتلو التنظيم في مهاجمة مركز حدودي وقتلوا قائد الفرقة السعودية وآخرين. ومن اليمن توعد تنظيم القاعدة وداعش بشن هجمات على المملكة، ومجرد إلقاء نظرة أخرى على الحدود توضح أن هناك أشخاصا ما زالوا مستمرين في القدوم. هناك شخص من تلك الناحية، هل هو أحد المهربين؟ دل المشرف على الكاميرا فريق المراقبة على المكان الذي يتعين أن يقصده، وتحركوا بالفعل. تم أخذ هذا الشخص من هنا كأن توجد تلك الشاحنة على الطريق. وما أبلغنا به رجال شرطة الحدود هو أنه خلال الشهور الثلاثة الماضية فقط اعترضوا ما لا يقل عن 42 ألف شخص. والمشكل هو أنه لا يمكن ضمان حقيقة هويتهم، وهل هم مهربون أم إرهابيون. جاءوا بنا إلى هذا الرجل الذي التقطته الكاميرا. من هو وماذا يقول؟ السلام عليكم، كيف حالك؟ ماذا تفعل وأنت تتجاوز الحدود؟ قال لي أنه فقير واعتاد على التسلل إلى السعودية للعمل بكيفية غير قانونية على مدى 20 عاما، ولكن في الآونة الأخيرة وبسبب تجديد الأمن على الجانب السعودي بات الأمر ينطوي على صعوبة بالغة. الآن نحن في ساعة متأخرة من عصر اليوم، وقد جاءنا إلى هذه القاعدة التي تضم مهربين تم اعتقالهم، ومن ضمنهم مهرب قات. These are children. إنهم أطفال. شاهدوا ماذا لديه. لقد عرفنا أن أصغرهم لا يتجاوز 10 سنوات، وهي المرة الثانية التي يتم فيها اعتقاله، وهو بصدد تهريب القات مقابل 50 دولارا عن كل عملية. ماذا ستفعلون به؟ الجواب هو إعادته إلى اليمن، لا سيما أن ما تعلق به ليس سوى قطرة من محيط. انظروا إلى هذا الكم الهائل من القات، إنها كمية هائلة، ويبدو أنه تم جمعها للتو لأن الأوراق تبدو جديدة جدا. من 3 إلى 5 أطنان من القات يوميا. لقد أبلغنا أنه خلال الشهور الثلاثة الماضية وعلى طول 500 كيلومتر من الحدود تم احتجاز ما لا يقل عن نصف مليون طن، أي بما يضر 100 مليون دولار. لنعود الآن لنلقي نظرة على ما يحدث، فالسباق على أشده من أجل اعتقال رجال بصدد الهروب. وما لا أفهم حقا هو لماذا لا يبادر الرجال بالفرار، حيث أنهم على ما يبدو يرغبون في التقدم من السياج، ثم تأتي دورية مراقبة وتلقي القبض عليهم. إنهم يقولون إنهم فقراء يمنيون، وأن سجون السعودية أفضل من حرية اليمن. وكيف تتأكدون من أن بعضهم ليست له علاقة بجماعات إرهابية؟ قال لي أنه يتم أخذ بصماتهم، وإذا كان لديهم سجل فإن الشرطة ستعرف. ومع غروب الشمس انتقلنا إلى مركز شرطة، وبعد دقائق سيكون هناك مزيد من المهربين المعتقلين. اليوم، هذه الليلة، غدا، الأسبوع المقبل.